السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب جروب أم حمزة للتسويق. أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب أم حمزة للتسويق، كذلك جروبنا على الفيسبوك أم حمزة للتسويق. ده كده ريفيو سريع إن شاء الله قبل ما نشحن الجهاز ده يا جماعة الفي اي بي بتاع المكانس اللاسلكية. يعني ده بقى ليفل الوحش زي ما بيقولوا او التنين. دي اغلى واعلى مكنسة موجودة في السوق، اعلى مكنسة لاسلكية موجودة في السوق. طبعا ماركة دايسون. شركة دايسون معروفة يا جماعة، شركة انجليزي بتصنع ما بين الفلبين وماليزيا، واحيانا دلوقتي منتجاتها كمان بتصنع في الصين، بس طبعا بنفس الجودة والمواصفات الانجليزي او الاوروبي المعتمده. وكمان شوفوا هنا الجديد، كمان لازم تاخد حاجه اسمها علامه الجوده الاماراتيه، بحيث انها كمان تكون بنفس المواصفات الخليجي المعتمده. طبعا المكنسه اللاسلكيه دي يا جماعه مشهوره، ده الاصدار اللي هو اسمه في 15. ده اعلى اصدار موجود في السوق. خلينا بس كده نطلعها. ده شكل المكنسه يا جماعه، ده اعلى اصدار اللي هو اسمه في 15 او الفي 15، احدث اصدار نازل في السوق. هو يمكن في حاجه اسمها جن دلوقتي نازله اليومين دول. البطاريه بتاعتها بتقعد لمده 70 دقيقه زي ما انتم شايفين. دي البطاريه بيجي معاها بقى فرش مميزه، الفرشه الطويله بتاعه الاماكن الضيقه، الفرشه الشعر، في كمان قطعتين للارضيات، واحده فيها اضاءه ليزر عشان نشوف اهي، عشان نشوف اصعب الاتربه. هنا دي بتيجي كده، بصوا بتبقى عامله زي الفرو كده، وطبعا دي بتلف. القطعه دي فيها اضاءه ليزر، نقدر من خلالها نشوف ادق الاتربه، فطبعا دي جميله جدا. وطبعا في الفرشه الاساسيه، هنوريكم كمان الفرشه